ما توقعتش لما جوزي يسافر وينزل من السفر الاقيه مؤثر معايا في كل حاجه وينسى كل الايام الجميله اللي عشناها مع بعض. انا اول ما اتجوزت وانا اخترت جوزي عن حب، وفعلا كنا بنحب بعض واتخطبنا، وبعد سنتين اتجوزت انا وهو، وكنا عايشين اجمل ايام حياتنا، وكان مبسوط معايا لاني ما كنتش بزعله في اي حاجه. وغير كده كمان انا كنت جميله وعلى قدر عالي من الجمال. وعشنا مع بعض 4 سنين، وبعد كده جوزي قرر ان هو يسافر عشان كان عنده اخت خلصت مدرسة وكانت مخطوبة، ولازم طبعا يساعدها فيما بعد وفاة باباها. وفعلا جوزي سافر يشتغل وانا ما كنتش لسه خلفت منه، بالرغم ان دي حاجة كانت مزعلاني قوي، لاني وقتها كنت بكشف عشان الخلفة والحاجات دي كلها، وما كنتش عاوزاه يسافر غير لما يحصل حمل الاول، لان اصحابي اللي كانوا متجوزين في نفس الوقت كل واحدة معاها عيل واتنين، ودي حاجة كانت مضايقاني ومزعلاني قوي. وفعلا جوزي اضطر ان هو يسافر لان ما كانش هيلاقي سفرية زي دي تاني. طبعا جوزي اول ما كان سافر انا قفلت شقتي ورحت بيت اهلي، ومرت الايام وبقيت اتمنى ان جوزي ينزل من بعد طبعا ما مر على سفره 7 شهور، لكن كان الوقت قليل وما كانش ينفع ينزل وقتها، وما كانش وقتها جوزي متوفر معاه اي فلوس، لان كل الفلوس اللي كان بيشتغل بيها كان بيبعتها على والدته علشان طبعا تكمل الجهاز بتاع اخته. وفي الوقت ده ما كانش بايدي غير ان انا طبعا ان انا جوزي يعني بيسافر وان هو بيبعد عني، كان عندنا تاكسي كان بيشتغل عليه، وطول الوقت كان معايا وجنبي، بس بقيت بكلمه وانا منهارة من العياط. وبعد الايام والسنين دي كلها عشان ينزل من السفر اتكلم معاه الاقيه بيقنعني بالكلام وبيقولي انا لسه ما كملتش غير سنة واحدة وما ينفعش انزل دلوقتي، ولو نزلت مش هعرف أأمن مستقبلي. أنا عاوزة أنزل وأأمن مستقبلي وأفتح لي حتة مشروع، مش هفضل متشحطط كده كل يوم والتاني بالتاكسي. والسفرية دي ما كنتش هعرف، وهي السفرية دي ما كنتش هسافر تاني. كنت برضه بقوله إن إحنا مش لازمنا مصاريف ولا محتاجين فلوس، هو أنا يعني أنا وأنت هنصرف إيه ولا هنعيش بإيه؟ لقيته بيقولي دلوقتي إحنا مش بنصرف حاجة، لكن لما ربنا يرزقنا بطفل ولا حاجة أكيد هيعوز مصاريف، مصاريفنا أكيد هتبقى أكتر من كده. وكان لازم أشتغل وأكون نفسي، غصب عني بقيت أستحمل، واللي كان بيعودني الكلام ده كله. أنا طبعا كنت بكلم جوزي من وقت للتاني، ودي الحاجة الوحيدة اللي كانت معوضاني عن بعد جوزي عني، وكمان كان عن سفر وغربته. وفعلا بقينا نتكلم مع بعض على طول لحد ما مر سنتين. وكان طبعا جت أخته في الوقت دوت، وغير كده كمان أخته كانت باقية على فرحها شهرين بس. وكنت معشمة نفسي زي ما جوزي قال لي ان هو هينزل من السفر، لكن للأسف قال لي انا مش هنزل دلوقتي، الكفيل اللي انا مسافر عليه طلب مني ان انا استنى سنة كمان والشغل هنا كويس، وقال لي هتنزل كون مستقبلك. واديكي شايفة السنتين اللي سافرتهم كل الفلوس اللي انا اشتغلت بيها ضاعت على جهاز اختي. وفي الوقت ده كانت نفسيتي تعبانة ومنهارة من العياط، وبقيت اتحايل عليه ان هو يبعت لي علشان اسافر معاه اقضي بس حتى مع الاجازة، بس هو قال لي طبعا مش هينفع دلوقتي. ودخلت على 6 سنين متجوزة وما كنتش لسه خلفت، ودي حاجة كانت مضايقاني ومزعلاني قوي. ولفت الأيام على كده، وبعد كده أخت جوزي اتجوزت، لقيت بيقول لي أمي اللي هتجيب لك الفلوس، لأن طبعا جوزي وهو مسافر كان بيبعت المصاريف بتاعتي على والدي، لأن كان بيبعت لها كل الفلوس علشان تجهز أخته، وكانت بتجيب لي مصروفي لحد باب البيت، لأن طبعا جوزي وهو مسافر كان بيبعت لي المصاريف بتاعتي على والدتي، لأنه هو على والدته، لأنه هو كان بيبعت كل الفلوس عليها علشان تجهز أخته، وكانت بتجيب لي مصروفي لحد بيت أهلي. وقال لي أنا ما عادش هبعت أي حاجة على والدتي، خلاص أختي اتجوزت، وأنا هبعت الفلوس دي دلوقتي على إسلام صاحبي، وهو هيجيب لك مصروفك لحد بيت أهلك. ولما سألت جوزي ليه هتبعت الفلوس على إسلام، قال لي في حتة أرض كده عندهم في البلد، وانا بصراحة نفسي استنفع بيها وهعمل عليها مشروع انا وهو. ولما سألت جوزي مشروع ايه، قال لي هنعمل مغسلة عربيات كبيرة وهنعمل جنبها بنزينة كمان. وانتي عارفة ان مفيش مغسلة في بلدنا، البلاد اللي حوالينا وكل البلاد اللي حوالينا هيجوا عشان يستقربوا المكان ويغسلوا عندنا. وفعلا حسيت ان انا تفكير جوزي صح، وقلت له اللي انت شايفه ده شغلك وانت حر فيه.
وفعلا فضل جوزي مسافر أكتر من سنة ونص، وبقى كل الفلوس اللي بيشتغل بيها بيبعتها طبعا على إسلام، وإسلام كان بيجي لحد البيت عند أهلي ويديني طبعا مصروف اللي جوزي كان بيقوله عليه. وطبعا كل مرة إسلام كان بيجي البيت عندنا كنت بضيفه، وكنت بدخله البيت عندنا وأفضل أتكلم معاه. وده كان أول واحد من صحاب جوزي يتكلم معاه واخد عليه أصلا. لأن جوزي ما كانش بيحبني أكلم حد من صحابه خالص، وما كانش بيثق في أي حد قد ما بيثق في إسلام صاحبه ده. لفت الأيام لحد ما جت اللحظة اللي أنا بتمناها، لما جوزي خلاص قرر إن هو ينزل من السفر، وخلاص رحت فتحت شقتي ونضفت وكنت مستنية جوزي. بس للأسف أول أسبوع جوزي نزل فيه وأنا حاسة بتغيير تماما، وحاسة متغير معايا خالص. وهو كمان مأثر معايا في حاجات كتير، في حقوقي اللي كنت بستناها ينزل علشانها، كنت بتمناه كل لحظة. لقيته مقصر معايا فيها، فكل ما أسأله هو في ايه يقول لي أصل أنا تعبان شوية، ويفضل يتحجج لي ويقول لي أنا مشغول بالمشروع اللي أنا بعمله أنا وإسلام. وطبعا ما كنتش فاهمة هو في ايه، لدرجة إن أنا بقيت أفكر وكمان شكيت إن جوزي ممكن يكون سافر واتجوز عليا بره، أو حتى كان عايش حياته مقضيها معاهم. وكل ما اتخانق مع جوزي واتكلم معاه الاقيه بيتكلم بطريقه كلامه مقنعه جدا. ارجع تاني واقول يمكن هو عنده حق، ويمكن نفسيته تعبانه. لحد ما مر شهر وقلت له لا شوف لك حل بقى في الموضوع ده، انا مش هعيش معاك على كده. لقيته بيحكي بيقول لي على كل حاجه، بيقول لي انا تعبت جامد وحسيت بهبوط، ولما رحت كشفت لقيت عندي مرض خطير، واكيد هو اللي تعبني ومخليني طبعا مقصر معاكي في كل حاجه، لان انا ما كنتش متوقع ان انا هكون بالشكل ده. عشان كده انا كنت مسافر وبعيد عنك. وفعلا في الوقت ده صدقت جوزي. كان نازل من السفر وكان فعلا خاسس قوي، بالرغم ان هو كان شغال وبيقبض فلوس كويسة. وبقيت زعلانة جدا، جوزي لسه ما كملش 31 سنة، وطبعا جاله السكر وصحته كانت في النازل. وقلت له طبعا روح اكشف ودور على صحتك اهم من اي حاجة.